بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون، تشرفت بتواجدي معكم في هذا الحفل، حفل تكريم حفظة القرآن من هذه الجامعة المباركة. أيها المسلمون، فإني أوصيكم بتقوى الله حق تقاته، ومن بعد هذه الوصية فإني أوصيكم بالتواصي بالبر والتقوى، ولا تتعاونوا بالإثم والعدوان. ثم إني أوصيكم ببر الوالدين، وأوصيكم بأداء الحقوق التي للعباد، فإن يوم القيامة يغفر للعبد كل ذنب قد اقترفه إلا حقوق العباد، فإنه لا بد له من أن يقتص منه. ثم إني أوصيكم أيها المسلمون الكرام بحفظ القرآن حفظا وعملا به. إن لم تكن تعمل به فلا تحفظه، لا فائدة لحفظ القرآن دون العمل به. أوصيكم بحفظ القرآن والعمل به، وأوصيكم بتدبر القرآن، ففيه الشفاء وفيه العلم الوفير، وفيه من كل مسألة فهما وعلما. ثم إني أوصيكم أيها المسلمون بما أوصى به محمد صلى الله عليه وسلم، أن نتواصى بالبر والتقوى فيما بيننا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. إخواني الكرام، أوصيكم بأهم وصية، ألا وهي عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا. لا يخفى عليكم أن عبادة القبور أو دعوة القبور أو التبرك بالقبور هذا شرك بالله عز وجل. الأموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فمن باب أولى أنهم لا يملكون لغيرهم ضرا ولا نفعا. ثم إني أوصيكم بعدم التوسل بالأولياء أو الصالحين أو من غيرهم، لا توسل بهم ولا تبرك بهم ولا تمسح بهم، فهذا لا يجوز، وكل هذا من البدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل ما لم يأت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. أي عمل صالح لم يأت به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته فهو بدعة، والأولى به النار. وأختم حديثي بقولي لكم أني أحبكم في الله جميعا إخوة المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.